السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه ما يلا بينا نخلل مع بعض فسيخ بطريقة سهلة جدا في البيت، مش هياخد مننا وقت ومش هيقعد 5 ايام، والسادس هنفتحه على طول يطلع خطير ونضيف وطعمه لذيذ جدا. هنعمله بطريقة سهلة جدا ونتيجة مميزة بطريقة ماما الله يرحمها. فيلا نعمله مع بعض بكل سهولة. اولا هنختار السمك الطازة البوري البلدي طازة، شايفين هو ده شكله، لونه حلو قوي قوي ماسك نفسه. هغسله كويس الاول وهصفيه في المصفى، ضروري جدا انا اشفه خالص. يعني انا لو محتاجاه اخلله دلوقتي هحطه في المصفى لمدة ساعتين وبعدين هنشفه بالمناديل من اي مية باقية فيه. لو هخلله بعدها بمدة او تاني يوم الصبح مثلا او كده احطه في المصفى واسيبه لما ينزل ميته خالص، لان مش عايزة فيه ولا اي نقطة مية. هحتاج للتخليل الفسيخ بتاعي هحتاج ليه ملح خشن بس، مش هحتاج اكتر من كده في الوصفة بتاعتي. هجيب معايا كده كيس بلاستيك، وهجيب معايا كمية من الملح الخشن هحطها في قاع الشنطة، وهوزعها كطبقة كده في ارضية الشنطة كطبقة اولانية. هوزعها كده بالشكل وهبتدي بقى احط السمك بتاعي فيها. هعمل بقى هجيب السمكية وهفتح النخاشيش بتاعتها واملأ النخاشيش دي بالملح زي ما انتوا شايفين كده. افتح النخاشيش دي كويس كده وهملاها بالملح، لاني مش عايزة في الراس بتاع السمكة اي فراغات، عايزاها مليانة بالملح. وهبتدي احطها في الكيس بتاعي. هحط كل سمكية عكس التانية. دي سمكية حطيتها راسها يمين، فهحط التانية راسها شمال وهكذا. هجيب برضو سمكية تانية كده وبرضو هفتح برضو بنفس الطريقة. هفتح النخاشيش بتاعتها وابتدي احشيها بالملح بتاعي. مش عايزة برضو فيها اي فراغات ولا اي هوا. هنعمله في البيت مع بعض بطريقة سهلة ونضيفة كمان، وطريقة مضمونة، وعارفين ان انا عاملة الحاجة في البيت بايدي ونضيفة وعارفة طريقة حفظها وكل بس حطيت بقى السمك واحدة يمين وواحدة شمال وايه بنفس الطريقة هخلص اول طبقة معاكم الاول. بس كده زي ما انتوا شايفين يمين وشمال. خلص اول طبقة، خلصت اول طبقة كده تمام. هبتدي بقى اخد من الملح بتاعي احط على على وش السمك، على وش سمكية كده ارش الملح بحيث اغطي السمك بطبقة برضو من الملح، يعني طبقة في ارضية الشنطة، وارص السمكة بتاعتي واحدة يمين وواحدة شمال بعد ما فتحت النخاشيش بتاعتها ومليتها بالملح تماما. بس كده هقفل بقى الطبقة من فوق برضو بالملح، وهبتدي اعمل طبقة كمان. اجيب برضو السمكية زي ما انتوا شايفين كده وهملى النخاشيش بتاعتها بالملح واقفلها خالص كده بالملح، وابتدي برضو احطها في الكيس بتاعتي هكذا برضو، واحدة يمين وواحدة شمال. هخلص كل الكمية كده ومعايا تمام. بس كده بعد ما خلصت كل الكمية بتاعتي هبتدي بقى اقفل الشنطة بتاعتي خالص. همسكها اضمها كده عشان خاطر اطلع منها الهوا، مش عايزة فيها اي هوا. بس كده انا كنت هنا الاول كده معاكم قبل ما اقفل الشنطة كنت بقى بقفل السمك الاول بطبقات الملح، بحيث زي ما انتوا شايفين انا غطيت سطح السمكة بالملح خالص تمام كده. بس كده هجيب بقى الكيس كده افضل اضغط عليه بحيث اطلع منه الهواء، مش عايزة فيه هواء خالص علشان السمكية بتاعتي ما تبص. انا بعمله كده بالظبط بحيث يطلع معايا مظبوط وحدقه حلو ومظبوط معايا، ما يبقاش حادق قوي
وهتلاقي السمكة معايا دايبة كأنك بتاكلي حاجة كده زبدة، اللهم بارك. بس كده قفلت الشنطة وطلعت منها الهوا تماما. هبتدي اجيب معايا شنطة كمان واقفلها برضو بنفس الطريقة واضغط عليها اطلع منها الهوا خالص، وابتدي اقفلها. هحطها بقى في في اكتر من شنطة، يعني انا مش هحطها في شنطة واحدة. انا معاكم هنا حطيتها في شنطتين قدامكم، لكن انا هكمل اكتر من شنطة. بعد ما حطيتها كده زي ما انتوا شايفين في اكتر من شنطة، وكل شنطة لازم اضغط عليها واطلع منها الهواء، مش عايزاه يوصل له اي هواء. بس كده حطيتها في اكتر من شنطة، وجبت بقى معايا الرول بتاع بتاع الاسترتش، وهلفها بالطريقة ديت. هلفها كذا طبقة كده اهوت، واضمها على بعض زي ما انتوا شايفين. بصوا اتضمت على بعض كده، ضغطتهم. ما عندكش استرتش عادي ما فيش مشكلة، ممكن بقى الشنط تكفي يعني. بس انا بعملها كده للامان، بحيث احفظه في مكان معين يبقى معايا تمام. وحتى الطريقة ديت مش هتخليه ينزل معاكي مية، ولا تكون ليه ريحة طالعة برا ولا اي حاجة. الغرض من ان هو يبقى ناشف، ان هو ما ينزلش ميه، ما يبقاش فيه اي نقطة ميه. بعد ما كده قفلته تمام بالاسترتش وتمام، وقفله من الجناب وخلاص. خلاص بقى كده هبتدي بقى اقفله خالص تمام معايا. بس بالطريقة ديت قفلته كده زي ما كده كأنك مشترية فسيخ من عند بتاع الفسيخ، بتلاقيه لففولك بنفس الطريقة ديت. فانا بقى لفيته بنفس الطريقه دي، لانها كطريقه حفظ هشيلها كدهوت في اي مكان، هيحافظ على نفسه. هيقعد معايا 5 ايام بس، واليوم السادس هنفتح عليه. بس كده مش اكتر، مش هنعمل اكتر من كده. هي دي كانت وصفتي، طريقة سهلة جدا وحاجة نظيفة في البيت ولذيذة. جربوها يعجبكم، مش هياخد معاكم وقت. وانتظروني في فيديو جديد في حفظ الرحمن. والسلام عليكم ورحمة الله.